سلام، اهلا وسهلا فيكم فيديو جديد. ان شاء الله تكونوا باحسن احوالكم وانتم بتشوفوا فيديو اليوم. اليوم رح يكون زي ما شفتوا بالعنوان، رح نفتح معكم طرد غذائي وصلنا من المطبخ العالمي اللي هو الورد سنترال كيتشن. طبعا هاي المنظمة او المؤسسة بتكون من الدول العالمية، بتقدم مساعدات للنازحين اللي داخل غزة، فبتقدم لهم مكونات او طرود غذائية، وكمان في بعض المناطق بيكونوا فاتحين زي مطبخ بيطبخوا فيه اكل بوزعوا على الناس. فهذه هي الخدمات اللي بتقدمها هذه المنظمة. فاحنا اليوم وصلنا هذا الطرد اللي وهذا هو شكله زي ما انتم شايفين. هو صغير شوية بس ان شاء الله يكونوا الاغراض اللي فيه كويسين. هلا رح نفتحه معكم، بس قبل ما نبلش الفيديو بننسوا تحطوا لايك للفيديو وتشتركوا بالقناة وتفعلوا جرس التنبيهات وتكتبوا تعليقاتكم، وكمان ما تنسوا الرابط اللي حكينا لكم عنه دائما بالفيديوهات رح تلاقوه تحت بصندوق الوصف، اللي هو رابط الدعم اللي بيحب انه يدعمنا ماديا، فرح تلاقوا رابط تحت بصندوق الوصف. الناس اللي بتسأل عن ميزة شكرا او سوبر ثانكس اللي بتكون موجودة بالقنوات، بس احنا للاسف قناتنا ما فيها هاي الميزة، لانه قناتنا يعني صار لنا فترة تاركينها، فكل الميزات اللي كانت موجودة عليها راحت، فهلا احنا يعني ما بنستفيد من القناة ولا اشي، بس انه بنوصل رسالتنا لكم وعن طريق الرابط فقط بس بتقدروا تدعمونا. فممكن لقدام نفتح قناة تانية لحتى يعني يرجعوا علينا الميزات، او يعني يصير عليها ميزات. وبتصير تقدروا تعملوا ميزة شكرا اللي حابب انه يتبرع عن طريقها. فبس هلا خلونا نبلش ونفتح الطرد. اول اشي اللي هو هذا الاشي صراحة كتير مشهور دائما بكل الطرود الورد سنترال كيتشن بيكون موجود، اللي هي الشنطة تاعتهم دائما بتكون على فكره موجوده بالطرود تاعتهم، فكتير كويسه لانه احنا هلا ما عندنا خزانات وما عندنا اشياء نضب فيها اواعينا، فبنضب الاواعي فيها. هذا هو حجمها بكون ومكتوب عليها شعار الشركه او المنظمه اللي هي عامله هذا الاشي. فصراحه الشنطه يعني خامتها منيحه وبتحمل اشياء يعني او بتحمل اواعي، فكتير منيحة صراحة والكل بيستفيد منها. يعني بتلاقي حتى الناس في السوق ماشيين بحطوا فيها أغراضهم. اوكي، تاني اشي واللي هو طحينية زي ما انتم شايفين او الطحينة، ما بعرف شو انتم بتسموها، بس انه صراحة هذا الاشي كتير مهم وكتير احنا بحاجة له، لانه مش متوفر بالاسواق وكمان بيكون كتير غالي. فهذا يعني صراحة مش كتير كمان بتطلع بالكربونات او بالطرود. الاشي اللي بعده اللي هو هذا الاشي مكتوب عليه بقوليات، بس مش مبين صراحة ايش هو يعني بالضبط، ولا مكتوب ايش المكونات ولا اشي، مش معروف ايش يعني هو. طبعا بيكون كمان موجود فيه معلبات، فاول معلبة اللي هي الذرة. طبعا صراحة هاي الذرة كمان كتير اشي يعني بنعتبره احنا رفاهية بالنسبة لنا، لانه دائما بتصلنا معلبات فول، حمص، تونة، اي اشي زي هاي الاشياء، بازيلا كمان. بس هذا الاشي الذرة مش متوفرة بالاسواق، وكمان نادرا ما تكون يعني موجودة بالطرود الغذائية اللي بتصلنا. فصراحة اشي كتير مهم، وفي منها تنتين، ففي منها تنتين، فصراحة يعني اشي كتير مهم. الاشي اللي بعده اللي هو تونة. حكينا لكم انه التونة لازم تكون موجودة بكل طرد غذائي، بس كتير يعني كويسة وبنستفيد منها وبنسوي لها صرنا نسوي لها وصفات وخلطات، في منها تنتين. اوكي، والاشي اللي بعده اللي هو هذا الباكيت بيكون فيه شوك ومعالق وسكاكين من الخشب بتكون، فلانه طبعا بتعرفوا الناس طلعت من بيوتها ما اخذت معها ولا اشي، فبيحتاجوا هاي الاشياء اللي هي يعني هاي الاشياء بنحتاجها بالمطبخ او بالاكل، فيعني كتير يعني كمان مفيدة. الاشي اللي بعده اللي هي علب جبنة مثلث. طبعا هاي كتير معدومة بالاسواق حرفيا، ما في منها، بس يا بتطلع بالطرود الغذائية او اذا بدنا نشتريها بتكون غالية كتير. كيف هاي طلع لنا منها 4 علب، فكتير اشي يعني مناسب وكتير احنا بحاجة له صراحة. احنا بنحبه كمان من زمان ما اكلناه، بس الحمد لله هي طلع لنا. والاشي اللي بعده صراحة هذا الاشي كمان كتير مهم. هذا تمر زي ما انتم شايفين، تقريبا قديش حجمه؟ 700 جرام، تقريبا كيلو الا شويه. فصراحه كتير مفيد كمان التمر، وكتير احنا بحاجه له، لانه احنا يعني مقطوع عنا الاشياء الشوكولاتات، اشياء يعني الاشياء الحاليه الحلوه، فبنعوضها بتمر زبيب اذا طلع لنا اذا طلع لنا بالمساعدات يعني.
كمان هذا الاشي كتير مناسب يعني. الاشي اللي بعده اللي هو هدول الاشياءين، في عنا هنا ستروبري اللي هو مربى فراولة، تقريبا مربى فراولة. والإشي الثاني اللي هو مربى التين، برضه هاي من الأشياء الحلوة اللي إحنا كتير بنعتمد عليها لأنه ما في عنا أشياء شوكولاتات وأشياء، فكتير مهم برضه. اوكي، واخر اشي معانا بالمعلبات اللي هي معلبة اللوبيا، زي ما انتم شايفينها اللوبيا الخضراء، ومعلبة الفول. فمن كل وحدة في منها تنتين. يعني اول مرة صراحة بيطلع لنا معلبة لوبيا، فدائما بيطلع لنا بازيلا، بس هاي المرة حاطين بدل البازيلا لوبيا. اوكي، وبهيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو. طبعا زي ما حكينا لكم الكرتونة كتير صغيرة، فالأغراض أكيد هتكون قليلة، بس برضو أغلبها مفيدة وكلها بنستفيد منها. اوكي، وبس هيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو. إذا عجبكم الفيديو حبيتوا ما تنسوا تحطوا لايك للفيديو وتشتركوا بالقناة وتفعلوا جرس التنبيهات، تكتبوا لنا تعليقاتكم، وكمان ما تنسوا رابط الدعم رح تلاقوه تحت بصندوق الوصف. اللي بحب انه يدعمنا رح تلاقوه تحت بصندوق الوصف. وبس، سلام.